بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنع الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامح بعلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، الله زاد محمدا تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا، ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما، ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن الفهر، واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية، وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مضار بن نزار بن معاذ بن عدنان، وهذا سلك نظم فرائده بنان سنة السنية،
ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى. فاعظم به من عقد تلقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا عقد سودد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء. واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارد في مورده الحني ورآه. حفظ الإله كرامة لمحمد، آباءه الأمجاد صونا لاسمه. تركوا السفاح فلم يصبهم عاره، من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسارير غرارهم البهية. وبدر في جبين ابن جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. وصبا كل صب لهبوب النصيم نصبا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من نبات حلالا سندسيا. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حلالا سندسيا. وعينات الثمار أدنى الشجر للجان جنام. ونطقت بحمل كل دابة لقريش بفسح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه وأفواه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية. واحتست العوالم من السرور كأس حميا. وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبة الرهبانية. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم.
ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمريا، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرات القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. يا نبي